هنكلم نفسنا بعد كده. والله العظيم جمهور الزمالك هيمشي يكلم نفسه بعد كده في الشارع من اللي بيعملوا نادي الزمالك معانا. يا جماعة اللي بيعملوا نادي الزمالك ده والله العظيم ما طبيعي، ولا شفته زيه في العالم ولا في الدنيا ولا هشوفه في أي مكان في الدنيا. أنا بحس إن نادي الزمالك اتولد أو اتنشأ أو جه الكرة المصرية عشان يضحك الأهلاوية، عشان يسلي الأهلاوية. طب أنت عاوز تضحك الأهلاوية عليك مش بالطريقة ديت، واحدة 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 على الأهلاوية. طيب مش هقول لك واحدة واحدة علينا يا جماعة. والله العظيم ده اللي كان ناقص، إن لعيبة الزمالك خلاص هتشتكي نادي الزمالك. يا جماعة هو نادي الزمالك مبني على أرض طبيعية، يعني الأرض دي مش أرض جامع مثلا وإحنا أخدناها بنينا عليها النادي عشان كده ما فيهاش بركة. طب إحنا واكلين أموال يتامى؟ طيب يعني إحنا أخدنا أموال اليتامى بنينا بيها نادي الزمالك؟ يا عم مزرباخ، أنت بنيت النادي ده منين؟ يا مزرباخ بإيه؟ يا ريت تطلع تفهمنا وتقول لنا أنت بنيت النادي ده إزاي وفلوسه دي انت كنت جايبها منين؟ ما هو اللي بيحصل ده مش طبيعي. كل يوم نتكلم، كل يوم ايه، كل لحظه وكل دقيقه نتكلم عن مشاكل وازمات الزمالك. الزمالك عليه فلوس للمدرب الفلاني، الزمالك عليه فلوس للنادي الفلاني، اتقفل عننا القيد بسبب مستحقات اللاعب الفلاني. الحلاق عاوز مليون جنيه، بتاع الكشري عايز 50,000 دولار. حتى اللعيبه بتاعتنا، اللعيبه بتقول لكم احنا ما عيدناش، عايزين نبقى زي البني ادمين، عايزين فلوس، ادونا فلوس. مادين ايديهم كده للزمالك، هاتوا فلوس. هتدفعوا فلوس ولا نروح للاتحاد؟ هي العمليه ناقصه، ارحمونا شويه. لازما احنا كزملكاويه كل يوم تحصل حاجه تقلل مننا. لو ما تقلش مننا يوميا ما نبقاش زملكاويه. يجي واحد مغيب بيتكلم عن النادي الاهلي، الاهلي محترم، الاهلي قمه الادب والاحترام والاخلاق. جمهور الاهلي ناديه عامل له شخصيه وكرامه، جمهور معمول له شخصيه وكرامه. مفيش حد يقدر يسف على جماهير الاهلي ولا يضحك عليهم زي الضحك اللي الزمالك بيقدمه كل يوم للاهلاويه، وبيسلمنا تسليم اهالي للاهلاويه عشان يحفلوا علينا ويتريقوا علينا. احنا ما بنعرفش نتريق عليهم عشان عندهم نادي محترم. من النهايه كده صلوا على النبي كده في البدايه، قولوا عليه الصلاه والسلام، نعمل لايك، نعمل شير للحلقه ديت، سيب لي كومنت قول لي ايه رايك في الكلام اللي هنقوله في الحلقه ديت، وصلوا على النبي وصباحكم فل. يعني دي اخر حاجه كنت اتوقعها، ان لعيبه الزمالك هي كمان بتطالب مستحقاتها. يعني انا لسه ما قفلتش الابواب اللي عليها اللي بره، وبحل مشكله القيد، وعايز العب في بطوله دوري الابطال، وعايز اخد نفسي، وبقول يا هادي ويلا يا جدعان. ومؤسسه الزمالك كل القائمين والعاملين فيها على قلب رجل واحد، سبحان الله. يطلعوا الرجاله اللي جابوا لنا الدوري في شوال هم اللي يضحكوا علينا طوب الارض. احنا عايزين فلوسنا، عايزين مستحقاتنا، وحقهم حقهم بأمانة الله. ما هم هيصرفوا منين؟ ما عندهم أولاد وعندهم أسر، واللي أمه تعبانة واللي والده تعبان واللي ابنه تعبان واللي زوجته تعبانة واللي عايز يطلع يروح هنا، ولا اللي عاوز يشتري حتة أرض، ولا اللي عايز يأمن مستقبل عياله. حقهم، هم هيلعبوا ببلاش. يعني لعيبة الزمالك دي هتلعب ببلاش، هتجيب بطولات عنوتة. يعني الزمالك عاوز ياخد بطولات عنوتة حتى كمان في البطولات. يعني أنت بتاخد لعيبة عنوتة يا ريس، بتجيب مدربين عنوتة يا ريس، بتجيبوا طلبات اكل للعيبه عنوتة يا ريس، اللعيبه بتحلق عنوتة يا ريس. كمان البطولات عايزينها تبقى عنوتة يا جدعان. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما شفتش كده ولا هشوف كده. انا ما شفتش نادي زي نادي الزمالك. عشان كده انا بسأل مزرباخ، انت يابا بنيت النادي ده منين؟ جبت فلوسه منين؟ كانت جمعية خيرية وانت خدت فلوسها بنيت بقى النادي، عشان كده غضب الله نازل على النادي. ما احنا لو عارفين المعلومة دي، او لو الناس توضح لنا وتقول لنا الحقيقة النادي ده اتبنى ازاي، نبطل بقى تشجيع. لو عارفين ان هي فلوس حرام خلاص، يعني مفيش بركة، خلاص انسى، نريح دماغنا. واكلين مال يتامى مثلا، كانت حته ارض هينبنى عليها جامع وانتوا بنيتوا مكانها النادي. ما احنا عايزين نفهم اللي بيحصل ده مش طبيعي. حتى لعيبه الزمالك يا جماعه بتتمرد وعايزه فلوسها
يا اما الفلوس يلا كرة اللي ننزل الخبر، يا اما الفلوس، يا اما هنطلع نشتكي ونروح للاتحاد. يلا خليها تكمل، ده العملية جميلة أوي، ده العملية بقت زبادي في الخلاط، ده العملية بقت زبادي في الخلاط أوي 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 يا جماعة. تعالى بقى نروح لحاجة مهمة جدا بالنسبة لي، بالنسبة للزملكاويه مش مهمة، والله بالنسبة للزملكاويه مش مهمة. يعني قناة الزمالك اللي بتتكلم عن الأهلي 24 ساعة مع إنها قناة تابعة عن نادي الزمالك، المفروض تتكلم عن نادي الزمالك. أنا مش هتكلم عن قناة الزمالك وأقول لك ليه قناة الزمالك ما اتكلمتش عن حمزة عبد الكريم، ولكن هقول لك القنوات المحايدة، القنوات المحايدة ليه ما طلعتش اتكلمت عن تعاقد شركة